ناس تانية تقول لك ايه، هو انا اتعلم انجليش اصلا ليه؟ انا هوصل لايه تاني؟ طب هو الموضوع ايرجنت قوي اتعلم انجليش؟ هو ده السؤال اللي دايما يا عم اتعلم ليه يا عم؟ للاسف. مش الدنيا انجليش قشطة يعني. بس، لغات. هل فعلا الواحد مش لازم ما دام شغله قشطه مش لازم ياخد فكره عن الانجليش، ياخد له حتى ليفل 2؟ لا لازم. لازم ليه بقى؟ عشان هو هينط في وشك ايا كان الكارير اللي انت بتشتغل فيه. انا جالي ناس تاخد كورسز في مجالات هم اصلا ما كانوش متخيلين انهم يعني موظفين الحكومه، الناس اللي شغاله في شركات قطاع خاص. واحد قاعد على مكتب وماسك ورقه وقلم وبيسجل حاجات ملهاش اي لازمه اصلا، فتلاقيه وهو موجود في مكانه الكمبيوتر دخل، فالكمبيوتر بالانجلش، فبدا يجي له موظفين اصغر منه ب10 و12 و15 سنه، شباب صغير معاهم انجلش، فبدا هو يتركن على جنب، وبدا هو يخسر اصلا خبرته بتاعت السنين وما بيترقاش وحاجات كده، بسبب انه اصلا كل اللي حصل ان الانجليش دخل المنظومه. وفي مؤسسات كتير جدا بتسعى لده، ناس شغالين في جامعات خاصه تعمل ابجريد للموظفين. ثانك يو. وبيجي لي دكاتره جامعه، دكاتره شغالين في جامعات، هو مدرس في الجامعه بس مش بيدرس انجليزي، بيدرس فرع تاني في اللغه، فالفرع اللي هو بيدرسه مش في اللغه، بشكل عام في الحياه. دلوقتي بقى مطلوب منه ان هو يحاضر قدام ناس جاي لهم وفد جاي من بره يسمعهم، حد هيدي الجامعه مثلا فند او حاجه عشان يشتغلوا بيه، ومطلوب منه انه يعمله بالانجلش، هيعمل برزنتيشن لازم يبقى بالانجلش، لازم يشرحه كويس. فالمجالات اللي اللي الانجليش هجم عليها من غير استئذان بقت اكتر مما تتخيل. انت دلوقتي لو عاوز تتعلم ايا كان شغلك ايه بقى في الجزء بتاعك في الميديا، عشان تاخد كورسات احترافيه توصلك للمرحله اللي انت عايزها، مش هتلاقيها بالعربي. عاوزين بس نركز على نقطه، فكره المرحله اللي انت عاوزها، لان الناس فاكره ان الانجليزي ده يعني من 1 ل2 ل4 هو ده الموضوع كله. واضح من كلامك ان هو انت عاوز ايه من الانجليزي. طبعا عاوزه في ايه، هو ده اللي بيفرق في ايه، لان انا مش هروح اخد حقنه انجليزي فانا خدت كل الموضوع، انا عايز ايه منه فهروح. لان في ناس بتبقى شايله هم انا هاخد ايه ولا ايه ولا هعرف ايه ولا ايه وانا ناقص كل الحاجه، هو مش عارف هو انت عايز ايه، عايزه في ايه في شغلك. مش احنا اتفقنا ان انا عشان اعرف انا هتعلم ايه لازم اعرف انا فين. انا هعرف انا مستواي ايه فيه وعايز اوصل لايه، وانا هوصلك اللي انت عايز توصل وعايز منه ايه بالظبط. انا دلوقتي طالب في مدرسه وكل اللي انا عايزه ان انا اعدي امتحاناتي، انا عايزه اتمنظر على اصحابي ولاد الناس اللي قاعدين في التجمع وبيقولوا لي كلمتين انجلش وانا مش عارفه، اللي عايشين في الساحل الشرير طول الوقت، فلازم اتكلم زيهم عشان هم بيتريقوا عليا وانا اصلا على الله حكايتي، فلازم اتنطط عليهم بالكلمتين اللي هحفظهم واحسن الاكسنت بتاعتي وخلاص. انا موظف حكومه عايز اتعلم اعمل ايميلات، او موظف في شركه ما عايزه اتعلم ابعت ايميلز وافهم البزنس انجلش والناس بتتكلم ازاي وانا ارد عليها ازاي في الكارير ده في المجال ده. انا عايز اهاجر، فمحتاج اني اكون بتكلم كويس جدا واخد ايلتس تيست. انا عايزه ابقى تيتشر، فكل واحد من دول ليه الجزء اللي هياخده يشتغل عليه ويوصل له، فهيبقى ليه شغل لوحده، هيوصل لحد مرحله معينه. انا ماما عايزه اذاكر لاولادي، فدي مستحيل اسويها باللي هياخد ايلتس، ده هيتفحت لحد ما يوصل للمرحله اللي هو عايزها اكيد يعني. انما دي هي يا دوب عايزه تبقى فاهمه المنهج، عارفه تقرا، لو وقف قدامها بعدين جمله بعد ما تخلص كورس تعرف تترجمها بره وتجيبها، بس مش في جوجل ترجمها. كنت ده السؤال الجاي، ترجمه جوجل وبرامج الترجمه. تمام، البرامج دي واشهرها واكبرها جوجل اللي اي حد عارفه، الترجمه دي صح لا. اصلا طب ده في ناس عايشه جوجل. ده في ناس عايشه عليها، واحنا نشكر جوجل على انه عمل المجهود ده، لانه ابلكيشن جوجل بيترجم كل لغات العالم. ودي حاجه بصراحه، فدي حاجه عظيمه يعني. هل بيترجم صح بقى؟ هو ده السؤال. بيترجم ترجمه حرفيه، ودي مصيبه سوداء. طب دي حته مهمه، ايه الفرق بين الترجمه الصح والترجمه الحرفيه؟ هقول لك. انا دلوقتي لما باجي اقول بالعربي بقول ولد جميل، لو ترجمتها بالانجلش هتبقى بوي هانسم، كده انا بوظت الجمله. لان الانجلش بياخد العكس، الصفه الاول وبعدين الناون، فهقول هانسم بوي. فانا لو اعتبرت ان ترجمه جوجل هي الترجمه الصح، هتلاقيه طول الوقت بيترجم لك الكلام مش على حسب ما انت قصده، على حسب ما هو فهمه. الكونسبت بتاع الجمله، ما كونسبت الجمله هما جوجل ما يعرفوش. جوجل ده مش انسان. لا جوجل مش انسان. لو انا حاولت اترجم كتاب على جوجل انا رحت في ده، دي كارثه. انا خلاص انا ما اتعلمتش اللي انا عايز اترجمه ده. دي حقيقه. طيب ايه القاموس اللي اقدر استعين بيه ويترجم لي نصوص الى حد كبير مقبوله قريب من الدقه؟ ريفرسو. لان ريفرسو مش بيترجم من عنده، ده هو في ناس مدخلين عليه نصوص جاهزه مترجمينها مترجمين عمالقه في شغلهم، فالنصوص دي موجوده وهو بيستعين بيها.
يعني انا لما بدخل اكتب له مثلا عايزه اترجم جمله انا رايح الشغل، انا ذاهب الى المدرسه، فهو بيشوف الجمله دي كانت مترجمه في انهي نص، لان هو عنده النص العربي والانجليش عنده او النص باللغتين، عنده ريفرنس بيرجع له، فهو ما بيجيبش من عنده، هو بيجيب من الريفرنس، جوجل بيجيب من عنده. اوكي. بيروح بيجيب من عند الحاجه في البيت ويجي يعني اشهر حاجه في مصر مشهوره في الترجمه غلط طبعا، واحيانا كمان ما بينطقش صح لانه بيجيب الكلمه باللهجه اللي بيلاقيها. كنت لسه هسال ان هو في فويس كمان. لا الفويس بتاعه غالبا هيوديك في داهيه. شكرا. محدش يا جماعه يستخدم جوجل ترانسليشن. محدش يستخدم جوجل الا في اضيق الحدود. لو هو ما حلتوش غيره، يعني مفيش حاجه يعرف يوصل لها غيره.